السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وفي احسن حال دايما. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا اذكروا الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب، لا اله الا الله وحده لا شريك له. النهارده الفيديو بتاعنا حلو جدا وان شاء الله تستفادوا منه كتير قوي، لكن قبل ما ندخل على محتوى الفيديو اضغطوا لايكات كتير وشجعوني انزل لكم كل جديد. مبدئيا كده الفيديو بتاعنا النهارده 2 في 1. هقول لكم على حاجه حلوه جدا للبرد. لو الفراخ لا قدر الله عندها برد او عندها كوكسيديا او حساها كشه او حساها مش طبيعيه، النهارده هقول لك على حاجه حلوه جدا وده افضل علاج للبرد. والنهارده كمان هوزن لكم الفراخ الساسو والجميزه عشان نعرف اوزانهم على 18 يوم بالظبط. النهارده اليوم ال 18 للفراخ بتاعتنا، وهقول لكم النهارده اوزان الفراخ الساسو والفراخ الجميزه والفرق في الاوزان، ودوره دي هتكون قد ايه ودوره دي هتكون قد ايه ان شاء الله. الاول كده لايك حلو جميل منكم كده هيشجعني دايما انزل لكم كل جديد. مبدئيا كده الفراخ بتاعتي اللهم بارك بنضف لها اول باول. ليه؟ عشان حطها في مكان ضيق والمكان ده عليهم، فالمفروض ان انا بنضف لهم كل يومين بالظبط، عشان لو المكان واسع طبعا ما بيبهدلوش الفرشه او ما بتنديش او ما بيكونش فيها رطوبه عاليه زي ما يكون المكان ضيق. ان شاء الله باذن الله هيتم نقل الفراخ بتاعتي ان شاء الله باذن الله النهارده او بكره. احتمال بكره بقى، بلاش النهارده عشان انا لسه مغيره تحتيهم النهارده، فقلت بكره كده ان شاء الله على اخر النهار ابقى اغير ابقى انقلهم بقى في المكان الجديد بتاعهم اللي نضفته وطهرته. وان شاء الله باذن الله هقول لكم برده على ازاي تنقلي الفراخ بتاعتك بكل سهوله، ما تتعبيش في النقل او تتعبي الفراخ معاكي او تحسي ان الفراخ بتاعتك مش مظبوطه او كشه او مش طبيعيه. يلا كده نوحد الله، لا اله الا الله، ونتكلم كده عن الوصفه بتاعتنا النهارده. طبعا الوصفه انا عملتها امبارح والنهارده حبيت النهارده كده اقدمها قدامكم عشان تشوفوها. الوصفه بتاعتي وعلاج فعال مضاد حيوي بدل العلاج، بدل الكيماويات والعلاج وكل حاجه. طبعا انا ما بحطش الوصفه كده خالص، انا بحطها فوق العلف، لكن انا النهارده حبيت احطها قدامكم كده عشان تشوفوها. والنهارده عايزه اقول لك قدمي البصل والثوم لفراخك، حاجه كده مضاد حيوي طبيعي وحاجه كده من الاخر بجد. يعني لما ياكلوه هيفرق معاكي جدا. اولا كده يعني بيطرد البكتيريا اللي في بطن الفراخ، وكمان النزلات المعويه اللي بتبقى عند الفراخ على طول، او الكشاشان او فقدان الشهيه او الحاجات دي كلها بيكون حلها البصل والثوم. البصل والثوم دول يا جماعه الخير فوائدهم يعني حاجه كده ما شاء الله ما شاء الله، حاجه كده زي الورد. فوائدهم حلوه جدا جدا، وكفايه اصلا ان انت يبقى عندك مضاد حيوي طبيعي في البيت كده تستخدميه وتنزلي الفراخ بتاعتك وتذبحي من تاني يوم عادي جدا، لانهم واخدين مضاد حيوي طبيعي ما فيهوش ادويه وما فيهوش اي حاجه. هنا كده عايزه اقول لكم منظر الفراخ بتاعتي وقد ايه المكان ده عليه. انا قدمت البصل والثوم امبارح لما نزلته لفيته فوق العلف، بشرته ناعم جدا في الكبه وعصرته ونزلته فوق العلف. النهارده كنت مضطره انزله خشن كده، وطبعا هم لسه مش عارفينه، لما يدوقوه كده ويبداوا يعرفوه هياكلوه، لكن انا عملته ناعم وقطعت بصلتين كبار وراس توم كبيره فوق ال10 فصوص كبار وضربتهم في الكبه كويس جدا وحطيت معاهم نص معلقه شطه. انت بقى حره، ممكن تحطي شطه او ما تحطهاش، لكن انا بحب الشطه في الشتاء لانها بتدفي الفراخ كده يعني، وطبعا غير فوائدها اصلا. طبعا عشان انا مقطعه البصل كبير فهم ما يعرفوش فمستغربينه، لكن دلوقتي قربوا عليه ان شاء الله. هنا بقى جبت لكم الميزان بتاعنا وهنبدا نحط الفراخ بتاعتنا على الميزان. هناخد الفراخ الساسو ونحطها على الميزان، وهناخد برضو الفراخ الجميزه ونشوف انهي اكبر في الحجم. اسماء اجي في الماء. وهنا بقى يا حبايب قلبي لما لقيتهم مستغربين البصل ومش عايزين يقربوا منه، قلت لا ما بديش انا الفه في شويه العلف كده عشان يعرفوا قيمته ويقربوا عليه وياكلوه. وهنا بقى هنجهز الميزان بتاعنا ونصفر عليه زي ما انتم شايفين كده، ونبدا ناخد فرخ. طبعا الاول كده عفوا هقول لك ان الفراخ الساسو بيكون الساسو الشفر دي زي دي بيكون دورتها من 55 ل 60 يوم. اما الساسو الجيل التاني بيكون دورته 70 يوم. طيب الجميزه برضو يعني بتكون زيها زي الساسو الجيل التاني اللي هو دورته بتكون 70 يوم. والنهارده برضو هنتاكد من الموضوع ده وهنوزن مع بعض كده ونشوف اوزان الفراخ بتاعتنا زيها الساسو زي الجميزه
ولا مختلف ده عن ده. طيب لو هما دلوقتي ماشيين مع بعض في الوزن، يبقى باذن الله هيحولوا لاوزان زي بعض لحد نهايه الدوره. لو مش ماشيين بالوزن، واعتقد كده ان الساسو هيكون اكبر في الوزن، لان الكتكوت ما شاء الله ملحم يعني وحلو جدا. فهنمسك دلوقتي كده حاجه من الساسو، هحاول امسك لكم كده كتكوتين 3 عشان نوزن ونشوف الاوزان المختلفه مع ده، ونوزن برضو 2 3 من الجميزه ونشوف الاوزان هتكون ماشيه مع بعض ولا لا. اللي ربى بقى الفراخ الساسو يكتب لي تحت الكومنت ان هو ربى الفراخ الساسو وشالت معاها اوزانها على امتى وذبحها امتى. اول فرخه اهو مسكناه، هنكتفه بس كده، نحط جناحه جوه بعضه كده عشان ما يطرش معانا على الميزان، ونشوف وزنه هيكون قد ايه. بصوا يا حبيب قلبي، شغلت الميزان صفرت عليه تاني اهو اصفار اهو، وادي الطبليه وادي الكتكوت بتاعنا. نحطه كده ونشوف وزنه قد ايه. بصوا وزنه ده 350 جرام اهو، 350 جرام ما شاء الله، حلو ومش وحش في العمر ده، يعني في عمر ال 18 يوم يبقى وزنه كده، فده ما شاء الله اللهم بارك، حلو ومش وحش. هقوم كده امسك لي كتكوتين جميزه لانهم بعيد عني مش عايزين يقربوا عشان نعرف نمسكهم. وهنا برضو الساسو مسكنا واحد كمان اهو ما شاء الله اللهم بارك، شايفين؟ تعالوا نحطه على الميزان هو كمان كده. شلت التاني وهبدا احط ده كمان كده. ده ما شاء الله 400 جرام. بصوا يا حبايب قلبي، دول ما شاء الله اللهم بارك 900 جرام، فيهم واحد 400 اللي كان من الاول ده، والتاني لما حطيته طلع 500 جرام ما شاء الله اللهم بارك. كده الساسو بتاعنا الوزن عفوا اللي وزناه كله من 350 لحد 500 جرام، 350 450 400 و500. ده ما شاء الله ده اللي جه 500 اللهم بارك اهو، ده ديك وده ديك. اما اللي وزناه في الاول كان فرخه. فعايزه اقول لكم ان طبعا الديوك في اللحم بتختلف في الاوزان جدا، يعني الديوك في اللحم بتكون اكبر في الاوزان غير البرابر، يعني البربره بتكون اقل شويه. الفرخ ما شاء الله ملحم، يعني تحسيه حجمه صغير، لكن لما تحطه على الميزان بتلاقيه ما شاء الله ملحم وشايل وزن حلو كده. انا حاسه ان في حاجه اكبر والله اهي، يعني بصوا اللي واقف ده اهو اللي فيه ذهبي ده، حاسه ان هو اكبر يعني في الحجم كده ما شاء الله، حجمه كبير وحلو. وحاسه ان ده الفضي اللي ورا ده كمان اكبر في الساسو. بس انا برضو مش عاوز ساسو تاني، هننزل بقى الجميزه عشان نعمل ايه مقارنه ما بين الاتنين كده. وهنا بقى مسكت واحد جميزه اهو برقبه، هو مش اكبر حاجه مش اكبر حاجه بالعكس. هنشوف برضو وزنه قد ايه كده، والميزان متصفر معانا اهو، وهنبدا نحطه على الميزان. بسم الله اللهم بارك. بصوا بقى ده طلع 400 جرام، شايفين ما شاء الله زي الساسو والله. هنوزن حاجه تانية برضو على فكره، انا حاسه ان في اكبر من ده كمان، ده مش اكبر حاجه اهو. فهوزن حاجه تانية كده بطريقه عشوائيه برضو، ونشوف ميزانها هيكون قد ايه. لو كان نفس الوزن يبقى كده نفس الوزن بتاع الساسو، يبقى احنا كده تمام، الاتنين هيمشوا مع بعض وهيحولوا مع بعض وهيدبحوا مع بعض، يعني كده الجميزه هتدبح بدري ما شاء الله. تعالوا كده ناخد كمان كتكوت جميزه كده ونوزنه برضو، مع نشوف برضو الاوزان مع التانية ده هيفرق معانا ايه.